السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال إذا ممكن أسأل. تفضلي. شيخ هناك في فتاة كانت في مرة تقود سيارة والدها في شارع سريع، فاصطدمت بالسيارة التي أمامها، مع أن كانت توجد مسافة بينها وبين السيارة، وكانت قد ضغطت المكابح وقتها، لكن السيارة التي أمامها توقفت بشكل مفاجئ وتام ولا تدري ما سبب توقفها. فمن هنا يجب عليه دفع الضرر الذي وقع على السيارة، المر... مع العلم أنها المرور تدخل، أيوة تدخل. كتب تقريره. ايوه كتب تقرير، بس تقرير احس انه في ظلم يعني، تقرير او ما المرور ادري. يعتمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ انا قبل شوي سألتك عن السيارة، بس عندي سؤال ثاني يعني بنفس الجزئية. السؤال. شيخ الفتاة هي لا تعمل وتعيش مع والديها، فهل يعني يجب ان على والدها هو يدفع المبلغ، او على الفتاة هي تملك من المال ادخرت يعني عفوا، سابقا وقت لا، الإسلام؟ عفوا أعيد السؤال تفضلا. شيخ هو السؤال عن حادث مروري في السيارة، أعيد لك إياه كله يعني؟ أنت تقولين صدمت سيارة لأنها توقفت فجأة، وأنت ضبطت الكوابح، ولكن السيارة دفعتك. قلت لك اسألي تقرير المرور. أنت تقولي لا، تمام، أنت أيوة ما عندي المرور مشكلة. غشاش. أنت تقولي المرور لا لا، غشاش، ما هو كلامك كده. خلاص تمام. بس. ايوه ايوه، انت قلتي ان اعتمد المرور، تمام. بس طيب. عندي نقطه ثانيه الان على البنت نفسها، حكم عليها ان هي يعني اللي غلطانه، فهل هي البنت تدفع ولا والدها هو اللي يدفع؟ هي لا لا، تعمل لا، وتعيش مع والدها القائد، وعندها مبلغ. قائد السيارة المخطئ هو الذي يدفع. يعني حتى لو كانت بنت يعني هو ولي الامر هو اللي يدفع. القائد يدفع الغرامات التي تسبب فيها. تمام، يعني لو بنت والدها ما يعني هي بنت تدفع ولد، حتى يعني. ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. انا قلت يعني ان لان بنت ممكن انه يعني ولي الامر هو اللي يدفع. لا، بس ليه؟ لا. يعني مش أنت سمعت الآية؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. صحيح. بس. آه